زمان في أيام المونولوس الطيبة، لما العميل كان بيشتري أوردر كنت بتكتب فوق الميثود at transactional وخلاص. الداتابيز كان بتضمن لك الاسيد بروبرتيز، يا اما الاوردر يتسجل والفلوس تتخصم والمخزن يتحدث ككتلة واحدة، يا اما لو خطوة واحدة فشلت الداتابيز تعمل رول باك في ملي ثانية وترجع الداتا سليمة كأن شيئا لم يكن. لكن لما كبرنا ورحنا لليفل المايكرو سيرفيس وبقى عندنا داتابيز بير سيرفيس، الرفاهية المعمارية دي اتنست تماما. دلوقتي عشان عملية الشراء تكتمل انت محتاج تعمل كذا ترانزاكشن منفصلة على كذا داتابيز في سيرفرات مختلفة عبر الشبكة. هنا بقى المطور بيقع في الفخ الهندسي الشهير ويحاول يطبق الديستريبيوتد ترانزاكشنز التقليدية زي التو فيز كوميت. التكنيك ده ببساطة بيحاول يعمل لوك خرساني على الجداول في التلاتة داتابيز مع بعض عبر النتورك لحد ما الكل يخلص ويوافق. الحركة دي على البرودكشن هي انتحار جماعي، لأنك بكده بتضحي بالافيلابيليتي والبرفورمانس. لو سيرفر واحد يتأخر 200 ملي ثانية بس بسبب النتورك، باقي السيرفرات هتفضل قافلة على الداتابيز ومستنية، والثريدز هتتحبس والكونكشن بولز هتفول والسيستم كله هيقع ويهنج. طب لو مش هنعمل لوكس، ازاي هنضمن سلامة البيانات لو خطوة في النص فشلت؟ أهلا بيكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. أنا مصطفى سليمان، والنهاردة هنفتح غطاء المحرك ونفهم هندسة الساجا باترن. فلسفة الساجا مبنية على مبدأ الإيفينشوال كونسيستنسي، الانسجام النهائي للديتا بدل السترونج كونسيستنسي. ساجا بتقولك يا هندسة بلاش تزنق السيستم وبلاش تقفل الداتابيز بلوكس، سيب كل مايكرو سيرفيس تعمل اللوكال ترانزاكشن بتاعتها وتعمل كوميت فورا في الداتابيز بتاعتها وتفضي الكونكشنز بسلام. طب لو خطوة واحد نجحت وخطوة 2 نجحت وجينا عند خطوة 3 وفشلت، هنعمل رول باك ازاي وكل اللي فاتت عمل له كوميت وخلاص اتكتب في الداتابيز؟ هنا بيجي السحر المعماري اللي بنسميه compensating transactions، العمليات التعويضية. لكل خطوة ناجحة بنعملها في الساجا بنكون كاتبين ليها كود عكسي undo step بيرجع السيستم للحالة المتزنة. بس الاركيتكت الشاطر بيميز بين 3 انواع من الترانزاكشنز جوه الساجا. 1 compensable transactions، العمليات القابلة للتعويض، دي الخطوات اللي ينفع نرجع فيها لو حصلت مشكلة قدام، زي حجز الفلوس أو إنشاء أوردر في حالة بيندنج. 2 pivot transaction، نقطة التحول، الخطوة المفصلية، دي نقطة اللا عودة. بمجرد ما الخطوة دي تنجح الساجا مستحيل تعمل رول باك أو تعوض اللي فات، زي مثلا لحظة خصم الكارت الفعلي أو إرسال الشحنة للشحن. 3 retriable transactions، العمليات المضمونة النجاح، دي الخطوات اللي بتيجي بعد البيفوت ترانزاكشن. طالما وصلنا هنا الخطوات دي مستحيل تترفض بيزنس. لو فشل بسبب النتورك بنفضل نكررها ريتراي لحد ما تنجح 100%. الساجا هو سلسلة من المعاملات المحلية، يا إما كلها تكتمل بنجاح، يا إما لو واحدة فشلت قبل البيفوت ستيب تعكس اتجاه السير وتشغل العمليات التعويضية عشان ترجع السيستم سليم ومضمون. السؤال هنا مين بقى اللي بيدير الرقصة دي ويوجه السيرفرات تروح فين وتيجي منين؟ عشان نطبق الساجا باترن عندنا طريقتين وهم دول الخناقة المعمارية الكبرى. الطريقة الأولى كيروغرافي ساجا، الرقصة الشعبية. هنا مفيش رئيس ولا قائد، الخدمات بتكلم بعضها بالنظام الايفنت دريفن بالكامل عن طريق مسج بروكر زي كافكا. سيرفر الاوردرات يسجل الاوردر ويرمي حدث اوردر كرييتد. سيرفر المدفوعات يسمع الحدث فيخصم ويرمي حدث بيمنت اتشارجد. سيرفر المخازن يسمع فيكتشف ان المنتج خلص
فيرمي حدث فشل اسمه inventory failed. طب العملية التعويضية بتتم ازاي هنا ومفيش مدير يوجههم؟ بتتم بتأثير الدومينو العكسي. سيرفر المدفوعات بيكون عامل سبسكرايب لحدث inventory failed، أول ما بيسمعه بيشغل كود الأندو أوتوماتيك لإرجاع الفلوس ويرمي حدث payment refunded. سيرفر الأوردرات يسمعه فيغير حالة الأوردر لكانسلد. ميزتها خفيفة جدا، سريعة، ومفيش فيها single point of failure. عيبها لو السيستم كبر وبقى عندك 10 خطوات، كل خدمة لازم تكون عارفة أحداث الفشل بتاعة الخدمات اللي بعدها. السيناريو بيتحول لسباكيتي ايفنتس وتنسيق معقد جدا في الكود، ومبتكونش عارف مين بيكلم مين ولا المشكلة حصلت فين. عشان كده في العمليات المعقدة بنروح للطريقة التانية، اوركستريشن ساجا، المايسترو المعماري. هنا بنبني خدمة مخصصة بنسميها الساجا اوركستريتور، أو بنستخدم أدوات زي تيمبورال أو كاموندا. المايسترو ده عبارة عن ستيت ماشين ماسك النوتة الموسيقية وعارف خريطة الطريق بالملي. هو اللي بيبعت لسيستم الفلوس اخصم، السيستم يرد عليه تم الخصم، المايسترو يسجل الحالة عنده ويبعت لسيستم المخزن احجز المنتج. لو المخزن رد عليه بفشل، المايسترو بعقليته المركزية يقرر فورا يبعت لسيستم الفلوس اعمل العملية التعويضية ورجع الفلوس. ميزتها سهلة جدا في المتابعة والصيانة، والبيزنس فلو كله مكتوب ومفهوم في مكان واحد ومفيش فيه عشوائية. عيبها بتضيف خدمة جديدة للسيستم لازم نحميها عشان ما تكونش single point of failure. الاركتكت الشاطر بيختار الكروجرافي للعمليات البسيطة، خطوتين أو 3، وبيجري فورا على الاوركستريشن للبيزنس ورك فلوز المعقدة والطويلة. الخلاصة الهندسية للنهاردة، لو شغال مايكرو سيرفيس ابعد تماما عن كوابيس الديستريبيوتد ترانزاكشنز التقليدية واللوكس. الساجا باترن هو درعك الخرساني عشان تبني عمليات معقدة ومرنة ومقاومة للفشل باستخدام الكومبنزيتنج ترانزاكشنز والستيت ماشينز. وبكده يا أبطال بنقفل رسميا المجموعة التانية من كبسولات سيستم ديزاين. رحلة معمارية تقيلة مشينا فيها خطوة بخطوة تحت غطاء المحرك. بدأناها بفهم الفرق بين الإيفنت والمسج، وفككنا خناقة البروكرز بين كافكا ورابت، أمنا السيستم بريترايز ودي ال كيو، بنينا الدائرة الخرساني بإنبوكس وأوت بوكس باترنز، اتحكمنا في الكونكرنسي بالريدس لوكس، بصمنا الطلبات بالأوبن تليمتري، والنهاردة قفلنا السلسلة بالساجا باترن. ال10 كبسولات دول مش مجرد فيديوهات، دول الكتالوج والدائرة الخرساني اللي يخليك تبني ايفنت دريفن اركيتكشر مستحيل يقع على البرودكشن. انا حابب اشكر كل مهندس وسينيور اركيتكت تابع المجموعة دي وشارك في النقاشات العميقة في الكومنتات. ايه اللي جاي بعد كده؟ استريحوا، خدوا نفسكم، لان اللي جاي هيبقى اقوى واتقل. ما تنساش تعمل لايك لو الكبسولة دي رتبت دماغك، واشترك في القناة عشان توجه الكبسولة الجاية لدماغك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.